نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. الدوري المالديفي الكرة العالية للقائم الثاني، نعم معظم لاعبيهم ينشطوا في مسابقة. الموجود خلف هذه الكرة واحد من اللاعبين المميزين، كرة بتسديدة وين بعيدة يا عبد الوهاب. النهضة العماني في الموسم الماضي وتوج بلقب الدوري، وكلها فيما بينهم. لمسة من اتجاه محمد على مطيري بكرة إلى الأمام، هذه جميلة، هذه جميلة، لعبة للهدف الأول ضاعت على المنتخب اليمني، مرت على المنتخب اليمني في اللقطة الماضية، كرة خطيرة جدا للوصول للهدف الأول. لمسة جميلة أحمد السرور اللي تحرك في اللعبة الماضية، لكن الوصول كان عبر الدقائق الأولى أو في أي دقيقة. كانت كرة عالية، يا الله عبد الله السعدي بتقدم للخطوط الأمامية. شوف الكرة العالية ومن ثم 11 لاعب دفاع، وسيصعب التسجيل للمنتخب اليمني. كرة بالراس وعبد الله السعدي، عبد الله السعدي يتصدى في اللعبة الماضية. تحولت هجومية مرة أخرى لعناصر المنتخب اليمني، انطلاقا للناحية اليمنى من ملعب المباراة في هذه المحاولة اليمانية. الكرة داخل منطقة الجزاء يا عبد الواسع يا مطري، لكن عبرت إلى خارج أرضية الملعب. عجبني التحول الهجومي، الارتداد السريع. خب السريلانكي، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب، التقدم في هذه اللعبة. الله 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 على استعادة الكرة وإبعاد الكرة من قبل محمد في اللعبة الماضية. حيتم استعانة بالجمهور السريلانكي للدفاع عن الهدف الوحيد. كرة مرة أخرى ترسل عالية خطيرة. حتى الآن المحاولات اليمنية، الكرة اي نعم تصل الى منطقة سوجان حارس المرمى. محمد الطير استعادة للكرة. شوف اثنين لاعبين فقط، لاعبين فقط من امام 4 لاعبين من قبل المنتخب اليمني. الهوائية، كرة ترسل عالية بالراس مرة أخرى. لو تلاحظ معي عزيزي المتابع، كرة باتجاه أحمد السروري، يحاول السروري في هذه اللعبة البحث عن عرضية موجودة، وحارس المرمى سوجان هارون الزبيدي مرة أخرى. لمسة باتجاه ناصر، وينه عبد الواسع؟ هذا هو عبد الواسع، عبد الواسع باتجاه احمد ماهر. عدى مر يا سلام، 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف عدى مر وراح وحطها بكل هدوء وجمال، وهدف يماني اول. وين احمد ماهر؟ هانا موجود. وين احمد ماهر؟ هانا حاضر. وين احمد ماهر؟ هانا مسجل للهدف الاول. ستاتي من قبل هارشا مدافع منتخب سريلانكا، كرة عالية الى الامام بالراس خطيرة. عبد الله السعدي الى خارج ارضية الملعب. شوف الكرة اللي كانت عالية في الامام في اللقطة الماضية، ودخل في اللقطة الماضية. السرعة موجودة للسيفان. عدى السيفان. وين يا هارون؟ امن يا هارون. لكن حارس المرمى عبد الله السعدي كانت موجودة للسيفان، وحيد كان في هذه اللعبة. دقائق أخيرة. الله على المرور بطريقة مثالية، ومن ثم السقوط. مطالبة بركلة جزاء للمنتخب اليمني في أحمد ماهر اللي عندهم فنيات كبيرة جدا في أرضية الملعب. 1-1 على منتخب ياسر، نتيجة 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتنا الأعزاء. بعد نهاية الشوط الأول من المباراة نريد أن نشارك لكم تابع لهذا الفيديو عن موعد مباراة المنتخب اليمني ضد منتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي 26 خليج زين في الكويت. لكن قبل البدء لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. يلعب المنتخب اليمني ضد منتخب العراق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج في الموافق يوم الأحد يوم 22 شهر 12 ديسمبر القادم 2024. أما آخر مواجهة جمعت بين المنتخب اليمني ضد منتخب العراق فهي كانت في بطولة الخليج أيضا، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بنتيجة 5 أهداف مقابل 0. أما عن توقيت المباراة فسيكون في الساعة 3:25 بالدقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 4:25 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، والساعة 5:25 بتوقيت اليمن والسعودية والعراق. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا أن تكتبوا لنا توقعاتكم لهذه المباراة.